السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. الدرس ده ان شاء الله هنبدأ نتعلم حاجات جديدة برضو مكملين مع بعض في الموديفاير، ولكن محتاجين الاول نعرف حاجة اسمها توبولوجي. يعني ايه كلمة توبولوجي؟ مبدئيا كده خليني اوقف كل دول، مش محتاجهم خالص. خليني اخش على الايديت مود وابدأ اشوف يعني ايه توبولوجي. خليني اروح بس على الفيس مود كده وهكذا. دلوقتي انا عندي هنا فيس، صح؟ بيقابله فيس، او بوليجون بيقابله بوليجون. لكن البوليجون ده من 4 نقط، صح كده؟ لو رحت كده هلاقي عندي 1 2 3 4. لكن البوليجون ده اللي هو ده عندي 1 2 3 4 5 6، وده غلط. غلط ليه؟ لان انا لو عملت كده، خلي بالك، عملت كده واتحركت، بص كده، مفيش بوليجون بالشكل ده. لازم هنا يبقى في كات كده، يعني لازم يبقى هنا كده في كات عشان البوليجون ده يبقى مظبوط. ما ينفعش ازيد من 4. انت اي بوليجون عندك، اي كواد، المفروض هو اسمه كواد، يعني هو اصلا اسمه كواد، فطبيعي انه يبقى ان 4. بس اي بوليجون عندك، اي فيس بالشكل ده، ما ينفعش ان هو يزيد عن 4. لو بقى 5 فدي كارثه. فبتحاول على قد ما تقدر انت بت يا اما بتشيل منه ضلع، ما اعرفش بقى ممكن تعملها ازاي، يا اما بتزود عليه 3 اضلاع وتخليه 4، يا اما في حالات نادره جدا ممكن تشتغل ان هو تخليه تراينجل اللي هو مثلثات. بس طبعا بيقابلك مشكله كبيره جدا في التنعيم، وبيقابلك مشكله في السلكشن، بيقابلك مشكله لو بتعمل ريجنج، بتقابلك مشاكل كتير جدا لو الاوبجكت بتاعك مش كواد، يعني مش مربعات كده. تمام؟ طيب ازاي احل حاجه زي كده؟ اولا انا عندي مشكله فين؟ ان انا عندي هنا 2 ايدج زياده. المفروض ان ده 1 2 3 4، وطبعا في 2 من جوه ممسوحين عشان ده هيبقى الاوبجكت من جوه. فهروح من هنا هاخد الاثنين ايدج دول، مش هم دول اللي عندي. لو قلت له ديليت وقلت له ايدج هيمسح الفيس. مفيش مشاكل، انا عادي جدا، انا ممكن اعمل كده يعني ممكن ادوس الت بعد كده اعمل الت بالشكل ده. طبعا هنا مش هيلف، عادي. ممكن مثلا اخد شيفت 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 وقوم جاي قايل له فيل، عادي اقفله. بس ليه؟ يعني ليه؟ يعني لونج بروسيس قوي. فالاسهل عندي ان انا اعمل ايه؟ الاسهل عندي ان انا عندي هنا 2 ايدج، رايت كليك، بعد كده اقول له من هنا ديسولف ايدج. ديسولف ايدج هو بيمسح الايدج من فوق الفيس بس بيسيبه. ديسولف ايدج بيعمل كده، خلاص ما بقاش في ايدج. تمام. طيب خليني ادوس على البوينت مود، مفيش البوينت كمان اللي كانت موجوده هنا. يبقى كده هو شايل الايدج معاها ايه؟ معاها البوينت اللي كانت مكوناها. نفس الكلام ده هعمله فين؟ في بقيه الايدجز اللي انا مش محتاجها. يعني عندي مثلا بالشكل ده 2 ايدج مش محتاجهم، مثلا 2 هنا كمان. انا دايس شيفت على فكره عشان اعلم على كل ده. تمام، زي ما انت شايف كده كل الحاجات دي انا مش محتاجها. تمام، رايت كليك واقول له ديسولف، خلاص شكرا، كل ده انا مش محتاجه. تمام. خليني بس الاول اعمل حاجه. خليني ادوس تاب، بعد كده اقول له هنا شيفت دي. انا كان المفروض ان انا اعملها من الاول، هقول له شيفت دي، بعد كده ادوس سكيب وامسح ده، عشان عايزين نعمل فرق يعني ما بين ده وما بين ده بعد ما نخلص. تمام. تعالى نرجع تاني نكمل. هاخد الرينج ده كده كله، طبعا هسيب ده، يعني مش هاخده معايا كل دول. يعني انا بص، انا باخد ايه اللي انا ايه اللي عيني بتيجي عليه، يعني فاهم، اللي هو اللي بشوفه يعني اللي بلحقه باخده عشان يتمسح على طول. طبعا دي حاجات معموله بسبب البيفل اللي احنا عملناه، وبسبب بسبب البيفل اعتقد، وبسبب الاكسترود والحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها وهكذا يعني. تمام، اعتقد كده فاضل لنا دول، صح كده تحت خلاص. الجناب اعتقد دول عايزينهم برضو، دول كل دي حاجات زياده مش محتاجها بالشكل ده. فهقول له هنا رايت كليك، بعد كده هنا اقول له ديسولف. كده بقى الاوبجكت بتاعي ناعم وكلين، والاجزاء اللي موجود فيها بس ايدجز اللي انا محتاجها، غير كده مش محتاج، صح كده؟ تمام. طيب الجزء اللي في النص ده والله هو مش مسبب لي اي مشاكل، فهو كويس. تمام. طيب اول حاجه هدوس تاب، بعد كده كنترول اي، سكيل، ابلاي اول ترانسفورم. تمام. طيب قبل ما اعمل كده هدوس على حرف الان، بعد كده اروح اخش من هنا. اولا السكيل عندي مظبوط، يعني انا السكيل عندي مظبوط، انا ما اشتغلتش على السكيل، بس تحسبا انت بعد كده كل ما تيجي تشتغل قول له ابلاي، عشان ده بيعمل مشاكل، وشرحنا بيعمل مشاكل في ايه قبل كده.
لكن لو انت ما شفتش المحاضرات اللي فاتت يعني انا بقول لك بس من دلوقتي. طيب شايف الاوبجكت ده اللي اتعدل صح؟ خليني دلوقتي اشغل ده كمان معاه، وهاخد الاوبجكت ده كده وهجيبه شويه على الشمال. تمام، اروح على الاوبجكت ده واقوم جاي ضايف من هنا حاجه اسمها سب ديفيجن سيرفاس. بس قبل ما اعمل كده طبعا انا عشان ما سيفتش البروجكت ده فانا ممكن انزله مثلا على الديسك توب حاجه زي كده مثلا، وهقول له سب ديفيجن سيرفاس. بص كده ده الشكل اللي ظهر معايا. ده بيعمل ايه؟ ده بينعم، وهقول لك ده بيعمل ايه. لكن لو رحت من هنا وقلت له هات سب ديفيجن سيرفاس، ده الشكل اللي هلاقيه. خليني بقى اقفل ده الواير فريم واشوف بالشكل ده كده. بص ده كده مش احسن حاجه، لكن ده بايظ خالص، وهشرح لك القصه ديت في اوبجكت منفصل. وهقول لك خليني انزل كيوب واجيب الكيوب ده بالشكل ده كده. تمام، وهدخل على الايديت مود. وقبل ما اخش على الايديت مود خليني مثلا ماشي، خلينا مثلا نخش على الايديت مود. بعد كده مثلا اقوم جاي قايل له هنا سب ديفايد بالشكل ده بس كده. تمام، خليني اقول له شيفت دي وانا على الايديت مود عشان تبقى هي مره واحده بالشكل ده، وعايز اربط على الاكس بالشكل ده كده. تمام، حلو. انا دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج دلوقتي الفيس ده. انا محتاج امسك الفيس ده كده واقول له اكسترود انر بالشكل ده، وامسك ده اقول له اكسترود انر او انسرت، يعني في برامج بتسميها كده وبرامج بتسميها كده. تمام، خليني مثلا اخد ده بلاش بالشكل ده كده مثلا. خليني اعمل له روتيشن على الواي. لا برضه هيتاثر، انا عايزه ما يتاثرش، انت فاهم الفكره؟ يعني انا عايزه ما يتاثرش معايا خالص. بص هو كده هيتاثر للاسف. فطبعا ممكن مثلا نعمل ايه؟ خلينا نروح على البوينت بالشكل ده كده، كنترول شيفت بي عشان اعمل بيفل على البوينت. على فكره البيفل على البوينت كنترول شيفت بي، البيفل على الايدج كنترول بي، ما تنساش الاختصارات. هعمل كده. طبعا هي عامله الاوفست لجوه، تمام، الشيب لجوه، فانا ممكن اخليه لبره بالشكل ده، شكل دائري بالشكل ده. تمام، طيب حلو قوي. هدوس تاب، الاثنين اوبجكت تيبيكال زي بعض بالظبط، مفيش اي فرق. بص لما هنزل دلوقتي سب ديفيجن سيرفاس، ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل؟ ليه ده بايظ وليه ده شغال؟ خليني اروح هنا على الاوتو سموث. تمام، خليني مثلا اروح من هنا ازود واحده كمان. انا هشرح على فكره السب ديفيجن سيرفيس. بص ده مظبوط جدا، لكن ده فيه مشاكل. ايه المشكله دي؟ دي مشكله في التوبولوجي. ايه هو التوبولوجي؟ تقسيم البوليجون جوه الاوبجكت بتاعك. التقسيمه دي لازم تبقى واحد، لازم تبقى مظبوطه. ما ينفعش ان انا يبقى عندي اوبجكت بالشكل ده. طبعا اللي فوق ده ما فيهوش عيوب، يعني ما فيهوش مشاكل خالص، الا بس ان هو مش كواد، يعني مش مربع. تمام، يعني بص الفيس ده كده، الفيس ده كده مش مربع. على كام بوينت؟ بص على كام بوينت الفيس ده، على كام بوينت؟ 1 2، يعني بص عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 على 10 بوينت، وده طبعا حاجه يعني غلط جدا. تمام، يعني ما انصحكش انك تعملها. الحاجه الثانيه ان انت بص عندك هنا برضو الدنيا هنا مش مظبوطه، يعني بص الفيس ده معمول ازاي والفيس ده معمول ازاي. فاوريدي على طول لازم يجمع معاك حاجه زي كده. طب هو بيشتغل على اساس ايه؟ انا برضه عايز افهم هو شغال على اساس ايه. بص خليني ارجع واحده كده لورا. تمام، وارجع كمان. بص التقديمه الواحده بس كده، انا قايل له سموث ولا مش قايل له؟ انا عايزه شيت فلات. ايوه انا عايزه كده، ده كده من غير خالص، وده كده عليه واحده بس. هو عمل ايه دلوقتي؟ اخد الفيس ده، تمام، وقسمه، يعني قسمه بالطول 4 مرات. تمام، طيب حلو. وبعدين يعني عمل ليه كده؟ يعني بص اهو 1 2 3 4 في 4، يعني 4 في 4، عندك اهو 4 في 4 كل واحد. بس في نفس الوقت بدأ يقرب شويه من السنتر، بدأ يعمل سموث. طب خليني ازود كمان. والله ده بدأ كمان يعمل سموث اكتر، بدأ يزود، بدأ يعمل سموث اكتر. طب خليني كمان لحد ما عمل الشكل ده معايا. طيب مفيش مشاكل. طب خليني دلوقتي اطلع بره خالص واقول لك شيفت ايه كيوب، واخد الكيوب ده، او هات بلاش انا عملت ديليت،
هخش على الايديت مود عشان الايديت مود عشان يعمل كيوب على نفس الاوبجكت. تمام، عادي جدا. تمام، هطلع ادوس تاب وازود سب ديفيجن سيرفيس. ايه ده بقى؟ طب ليه مش ده واحد وده واحد اهو؟ يعني ده بص، ده ما فيهوش حاجه وده ما، يعني ايه الفرق؟ احنا ده ما لعبناش فيه. طب ليه ده عمل كده وليه ده عمل كده؟ بص بقى يا سيدي، خليني بقى امسح ده كده خلاص، مش محتاجه. ديليت فيرتيسز. طبعا عشان ما كنتش شايفها، بس ماشي مش مشكله. ديليت فيرتيسز وخلي ده مثلا جي اكس. بص كده انا غلطت، جي اكس هتقولي هنا كده. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ دلوقتي من غير سب ديفيجن سيرفيس ده كده كان عباره عن فيس واحد. تمام، شغلت السب ديفيجن اتقسم على 4، صح كده؟ 1 2، يعني قسمهولي مره والتانيه. ليه؟ عشان انا عندي هنا ليفل 1. طب لو قلت له 2 ليفل هيقسمهولي مره كده، وبعد كده اللي قسمه يقسمه تاني. شايف؟ طب لو قلت له 3 اللي قسمه يقسمه تاني ويبدا يدي دوران. بص كده، يعني اهو مره ويبدا يقرب. هو طبعا كده داخل في شكل السفير خلاص، يعني هو كده داخل في شكل السفير. بص بدا يديني دايره. طب تعالى كده، بدا يديني دايره. بص خلاص بدا يوصل لحد بقى سفير ناعمه. تمام. طب ليه ده ما وصلش لنفس النتيجه؟ هقول لك. دلوقتي هو كان بيقسم ايه؟ هو بيقسم الايدج دي بيقسمها 2، والايدج دي بيقسمها 2، الايدج دي كده بيقسمها 2، ويثبت نقطة هنا ويثبت نقطة هنا ويديني نقطة ما بين النقطتين، يعني نقطة هتنزل هنا، صح كده؟ ولنفترض مثلا دلوقتي انا عايز اخش على الرايت واخش هنا اقول له بالشكل ده، وانا كده على الرايت ولا والله انا كده على الرايت، بس طبعا مش هشوف قوي برضو. بس خليني مثلا من هنا، ولنفترض ان انا مثلا دلوقتي عندي البوينت دي والبوينت دي، فهو اداني نقطة في النص. لكن البوينت دي يعني من هنا لهنا ومن هنا لهنا هتبقى هنا في النص هنا. لكن ما بين ده وما بين ده، بص الفرق هيبقى فين؟ فالدوران هيبقى نص الدوران بتاع ده، يعني هياخد معايا نص الدوران بتاعه. عشان كده لما بزود واحده، بص ده بتوصل معايا لحد فين؟ بص بتوصل معايا لحد فين؟ رقم بعيده جدا، بس انا مش عارف يعني. هو انا لازم يعني ابعدهم عن بعض بصراحه، يعني عشان نقدر نشوف. محتاج ابعدهم عن بعض بالشكل ده كده. تمام، واخفي الاوبجكت ده كمان عشان اقدر اشوف بس من على الجنب. كده كويس. بص هنا على اوبجكت واحد، على رقم واحد، ادي النص اهو قرب ودخل الدوران فين؟ بعيد جدا عن هنا، لان هو قسم على طول واداني النقطه هنا. ليه؟ عشان هو اوريدي متقسم، اوريدي هو بياخد من اخر ايدج وبيبدا يقسم. تمام. طبعا انت مش محتاج انك تعرف يعني الحاجات الدقيقه قوي ديت، ولكن انت لازم تبقى فاهم السب ديفيجن سيرفيس عموما بيشتغل ازاي. دي الطريقه يعني اللي السب ديفيجن سيرفيس بيشتغل بيها. هو بيبدا يقعد ياخد السيرفيس كده ويبدا يقسم مره على الثانيه لحد ما يوصلك للنتيجه دي. لكن كل اللي انا عايزك تعمله ما تغلطش الغلطه الاولانيه اللي احنا عملناها، ان انت يبقى عندك مشاكل على التوبولوجي. حاول ان انت يبقى عندك كواد، مربعات، اي حاجه تكون مربعات. ما ينفعش انك تسيب تراينجل، ما ينفعش انك تسيب مثلا حاجه فيها عليها 5 اضلاع او حاجه زي كده، عشان تعرف تشتغل شغلك مظبوط. طيب ده كده كان المثال بالنسبه لي. بص هنا المشكله ديت حصلت بسبب ايه؟ بص هنا ده كده اخد التنعيم بتاعه زي الفل، مفيش مشاكل اهو. بص ده اخد التنعيم بتاعه عادي جدا. بس على فكره هنا احنا عندنا مشكله، بس ايه هي مش عارف. خليني الغي السب ديفيجن. يعني هو عشان يلف ده كان محتاج ان هو يعني، بس ماشي اوكي مش مشكله، مش هتزعلنا في حاجه. بتعدل بقى انت بعد كده. تمام. تقدر انت بقى بعد كده لا انا عايز اثبت ايدجز معينه. والدرس اللي جاي ان شاء الله هعلمك ازاي لو في ايدج مش عايزها تتاثر بالسب ديفيجن سيرفيس تعملها ازاي. وهعلمها لك بطريقتين على برنامج بلندر عشان تقدر انت تطلع نتيجه كويسه من اي شيب انت عملته. بص انا عملت شيب بالشكل ده، ما كنتش عارف انا بعمل ايه،
فممكن نطلع منه حاجه كويسه لو احنا بدانا نشتغل عليه وحاولنا ان احنا نطلع حاجه يعني. كل ما انت بتشتغل كل ما تلاقي نفسك انت ايديك بتمشي وبتقدر تطلع نتائج كويسه. طيب انا طولت عليكم الدرس ده، انا كنت عايزه يبقى اخف من كده ولكن غصب عني لان السب ديفيجن سيرفاس مهم جدا. اتمنى ان انا اكون عرفت اشرحه لك كويس، اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا ادي لك الحاجه اللي انا كنت عايز اطلعها، لان طبعا على فكره صعبه جدا، انت ممكن تبقى فاهم كويس جدا بس مش قادر تنقل المعلومه. فانا اتمنى ان انا قدرت انقل المعلومه بشكل كويس. ولو حد عنده سؤال في اي حاجه طبعا انت ممكن تسيبها لي في الكومنتات وانا هرد عليك وقتي مجرد ما تحط الكومنت. هرد عليك على طول. وطبعا معاكم جروب الواتساب، تقدروا تكلموني على جروب الواتساب، وكمان سايب لكم جروب الفيسبوك اللي محدش بيتفاعل عليه ده خالص، بس اوكي مفيش مشاكل. سايب لكم كل اللينكات ديت، تقدروا تكلموني في اي وقت لو في اي حاجه وقفت معاكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدروس اللي جايه. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.